السلام عليكم واهلا بكم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بآخر الأخبار، وكل عام والأمة الإسلامية بخير. أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير. بعد اهتمام ليفربول، ريال مدريد يفكر في بيع لاعبه ب90 مليون. كشفت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل حول تفكير نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز الموافقة على رحيل نجم الفريق بالموسم الجديد. أكدت صحيفة الناسيونال الأورجوانية أن الأورجواني فيدي فالفيردي لاعب وسط الميرينجي يتم تقييم مستقبله مع الفريق عقب التعاقد مع الإنجليزي جود بلينغهام من بروسيا دورتموند الألماني. وتابعت فالفيردي لديه عرض من جانب ليفربول، واحتمالية رحيله عن الملكي موجودة، خاصة أن النادي اللندني لديه استعداد لتقديم عرضا بقيمة 90 مليون يورو للحصول على خدماته. النادي الملكي سيكون لديه جاهزية للتنازل عن فالفيردي حال وصول العرض من الريدز الذي يسعى لتلبية طلب الألماني يورجن كلوب المدير الفني بضم اللاعب. كان ليفربول قد قدم عرضا مبدئيا بقيمة 70 مليون يورو، والآن رفع قيمة العرض إلى 90 مليون يورو وسط أنباء تفيد بموافقة فلورنتينو بيريز على العرض. نجم ريال مدريد يبلغ ناديه بالموافقة على التجديد. كشفت تقارير صحفية أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني وافق على قرار تمديد عقده داخل سانتياغو برنابيو خلال الفترة القادمة. كان ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز قدم عرضا إلى النادي الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب وسط الفريق لتجديد عقده والاستمرار مدة أطول. وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن كامافينغا أبلغ ناديه بالموافقة على تجديد عقده حتى عام 2028 مع زيادة راتبه خلال السنوات الخمس المتبقية. وتابعت الإدارة الملكية كافأت اللاعب بتجديد تعاقده حتى عام 2028 وتأمين البقاء اللاعب وغلق الباب أمام الفرق الراغبة في ضمه بالموسم الجديد. ريال مدريد يستقر على خليفة أنشيلوتي. أفادت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز استقر بنسبة كبيرة على خليفة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بالفترة القادمة. يرتبط أنشيلوتي بالرحيل عن ريال مدريد في الموسم القادم عقب نهاية عقده واستقطابه من تدريب المنتخب البرازيلي وخلافة تيتي الذي أقيل عقب توديع كأس العالم الماضية. أكدت إذاعة كاديناسير الإسبانية أن الإدارة الملكية تدعم خيار راؤول غونزاليس مدرب فريق الكاسيتايا من أجل خلافة الإيطالي في منصبه، وأشارت إلى أن راؤول سوف يستمر في منصبه مع الكاستايا لموسم إضافي رغم فشله في الترقية لدوري الدرجة الثانية من أجل تجهيزه بعدما ارتفعت أسهمه بشكل كبير. وكان راؤول قد تلقى عدة عروض من أندية في الليغا وخارج إسبانيا، لكنه رفضها جميعا للاستمرار مع الملكي أملا في تولي تدريب الفريق الأول. نجم ريال مدريد يستقر على قراره النهائي حول مستقبله. حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني قراره النهائي حول مستقبله وإمكانية رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وارتبط الأوكراني أندري لونين حارس مرمى الفريق الأول بالمغادرة عن سانتياغو برنابيو في ظل عدم مشاركته بالمباريات ووجوده على دكة البدلاء للبلجيكي تيبو كورتوا الحارس الأساسي. أكدت صحيفة آس الإسبانية أن لونين قرر الاستمرار مع ريال مدريد الموسم القادم وعدم المغادرة رغم عدم الحصول على الفرصة الكافية. وأضافت لونين كان يرغب في الرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف للحصول على المزيد من الدقائق، ولكن هناك اقتناع في الوقت الحالي باستمراره. ومن المقرر أن ينتهي عقد لونين مع الفريق الملكي مع نهاية الموسم القادم، ولكن النادي يرغب في تجديد عقده للاستمرار مع الميرينجي لفترة أطول.